كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة في البيت. يلا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. أول حاجة عندي كوبايتين من الدقيق الأبيض المنخول، كوباية من السمنة الساقعة، وعندي نص كوباية من السكر. المقادير بتبقى 2:1، يعني كوبايتين كوباية نص. لو عايزة تضاعف المقدار بتبقى 4 كوبايات، كوبايتين سمنة كوباية سكر، زي ما تحبي، بس هي ده المقدار المظبوط بتاعها. محضرة بولة نزلت فيها بالسمنة، والسمنة تكون ساقعة ومتماسكة بالشكل ده، مع نص كوباية من السكر، وهبتدي اخفقهم بالمضرب الكهرباء لحد ما يديني القوام الكريمي اللي هتشوفيه دلوقتي. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة، اداني القوام الكريمي دوت. بعد كده هجيب عندي كوبايتين من الدقيق الابيض المنخول، وهبتدي انزل بيهم على الخليط، وهبتدي اقلب بالاسباتيولا لحد ما الدقيق يختفي خالص معايا. انت مش هتعجني فيها كتير زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة خالص. ممكن بعد ما تخلصي عجن فيها بتدخليها التلاجة لمدة ربع ساعة، لان عجينة الغريبة بتكون بتلزق شوية، وممكن تشتغلي فيها على طول زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة خالص، مكوناتها بسيطة، وقلتلك المقدار بتاعها نظام كوبايتين كوباية نص. هتضاعفي المقدار يبقى 4 كوبايات، كوبايتين كوباية. بعد ما عجنتها بالشكل دوت ريحتها في التلاجة لمدة ربع ساعة، هبتدي بقى أشكلها. هتعملي القطعة بتاعت الغريبة كلها في حجم واحد، ما بتشققش خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. محضرة بقى عندي صينية، ويفضل صينية ألمونيا اللي هي كويسة جدا في التسوية في الفرن، بالذات في المخبوزات. هبتدي بقى اكورها كور صغيرة لان هي حجمها بيتضاعف شوية في الفرن اثناء التسوية. هتبدأي بقى تزينيها بفول سوداني، ببندق، بفستق، اي حاجة تكون متوفرة عندك. هتولعي الفرن على درجة حرارة 180 درجة، الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق. هتاخد بالظبط في حدود من 12 ل15 دقيقة، ما بتقعدش اكتر من كده. طريقتها سهلة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. بعد ما شكلتها دخلها الفرن بقى، وهتاخد تسوية بالظبط من 12 ل 15 دقيقة، وهتطلع معايا وهتبقى بالشكل ده. بصي حجمها ما شاء الله، مش عايزة اقولك على الطعم والنعومية، دايبة خالص. والقاعدة بتاعتها ما بتكونش محمرية قوي في التسوية، بتبقى زي الوش بتاعها بالظبط. وده التسوية المظبوطة للغريبة زي ما انت شايفة. طريقتها سهلة، مكوناتها بسيطة، وزي ما انا قلتلك جربي الاول في كوبايتين دقيق وكوباية سمنة ونص كوباية سكر، وقبل التسوية بتدخلي 2 أو 3 لوحدهم في صينية في الفرن. لو طلعت معاكي فرشة ومش مظبوطة بتزودي الدقيق علشان تكون مظبوطة بالشكل ده، بس المقدار ده مظبوط جدا. لو عجبتك يلا اعمليها، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. سلام عليكم.